لو قلت لك تختار شعور واحد نفسك ما تحسش بيه في حياتك تاني خالص، تختار شعور ايه؟ تخيل معايا بنت اسمها علا. علا مستواها عالي في التحسس وبتتحط في مواقف فيها توتر وضغط كتير، وعشان كده بتعاني من القلق طول الوقت. القلق موجود معاها، بيستنزفها وبياخد من طاقتها، وهي علاقتها بيه مش علاقة كويسة. فلو سألنا علا السؤال ده هتقول لنا انا طبعا نفسي اخلص من شعور القلق. بس تفتكر بعد ما علا تحاول انها تتخلص من الشعور ده، هل فعلا هترتاح؟ المفاجأة إن علا كل مرة بتلاقي نفسها في خناقة مع الشعور ده، بتتخانق مع مشاعرها، وللأسف الخناقة دي محدش فيهم فيها بيخرج كسبان. بس اللي ممكن علا تعمله حاجة تانية خالص، وهي إن هي تسأل نفسها هو الشعور ده جه منين؟ إيه فايدة الشعور ده؟ أنا ممكن أتعلم إيه منه؟ وإزاي ممكن أسيب له مساحته بدل ما أهرب منه أو أتخانق معاه؟ وطبعا دي حاجة مش سهلة خالص ولا بتحصل بين يوم وليلة، لكن الحقيقة إن لو علاقة علا بمشاعرها اتغيرت، ده بيخلي عندها واحدة من أهم مهارات المرونة النفسية. المرونة النفسية دي مكونة من 6 مهارات تانية. واحدة مهمة جدا منهم هي ازاي نقبل مشاعرنا وتجاربنا زي ما هي. المهارات دي بتساعدنا نعيش حياة أهدى وأوضح حتى في وجود الألم والضغوطات. عايز تعرف أكتر عن المهارات دي؟ استنانا في الفيديوهات اللي جاية. متنساش تدعي لإخواتنا. وبس كده، سلام.